ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. ده فطار اول يوم رمضان. حبيت ان انا بقى اصوره لكم واوريه لكم كده النهارده. بس طبعا انا هوريه لكم بعد الفطار عشان طبعا على ما جهز وخلص. وزي ما انتم شايفين كده اهو. وهنا برضو اصلا كنا لسه بنغرب، بس انا قلت الحق نفسي واصور بسرعه، عشان هما ايه، اول ما بنحط الفطار المغرب بتأذن بيحبوا ان هما ياكلوا على طول، فمش هيستنوا لما اصور. فاول حاجات حطها رحت صورت على طول. كل سنه وانتم طيبين. هنعمل مع بعض جلاش ومكرونه بشاميل ولحمه ومحشي ورق عنب. وهوريكم بقى هنعمل ايه. بصوا هنا بقى طبعا عندي اللحمه اللي هي المفرومه، ده كيلو، والبصلتين 3 بصلات كده كبار عملتهم في الكبه. تمام. وحطيت هنا معلقتين من السمنه، عليهم معلقه من الزيت، وهنزل عليهم البصله. هبتدي ان انا اشوحها. حطيت معلقه 7 بهارات وشويه كده من الملح صغيرين عشان اظبط الملح بتاعي، وحطيت الفلفل الاسود اشوحهم مع البصله كويس، ايه، عشان البصله يعني لونها يتعمل بسرعه، وفي نفس الوقت لما بتشوحي التوابل مع البصله بتبقى حلوه. بعد كده بقى هنزل اللحمه عليهم، وابتدي ان انا اشوح في اللحمه لما تستوي خالص معايا. هروح منزله عليها قرن فلفل حامي وطماطميه صغيره زي ما انتم شايفين بالشكل ده. تمام. وهتشوحها برده تشويحه حلوه. بعد كده بقى هطفي عليها واسيبها. اللحمه بقى هنا انا تبلتها من قبليها، وبرده اللحمه على فكره انا كنت معصجاها يوم السحور. اللحمة بقى ده كده كان حوالي 2 كيلو من اللحمة. عندي هنا بصلاية كبيرة مبشورة عاملاها برضو في الكبة، وعندي قرنين فلفل، وعندي 3 طماطمات مقطعاهم، وعندي بصلايه مقطعاها طرنشات زي ما انتم شايفين كده اهو. وحطيت بقى في اللحمه البهارات بتاعتها. حطيت فلفل اسود 7 بهارات، معلقه صغيره من الكاري، معلقه صغيره او نص معلقه من السماق والملح. بس هي دي التوابل اللي انا ايه هحطها في اللحمه. يبقى بهارات وفلفل اسود ومعلقه صغيره من الكاري ونص معلقه من السماق. تمام. هنقلبهم كويس جدا وندعكهم كده اهو مع الخضار، عشان الخطوة دي حلوة جدا. لما انت بتدعكي الخضار مع التوابل كده والبصلة، البصلة بتنزل ميتها وبتدي طعم حلو قوي للتتبيلة. فالخطوة دي مهمة، ندعكهم كلهم كويس جدا كده في بعض. بعد كده بقى نتبل اللحمة بتاعتنا فيهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام. هنا بقى انا هبتدي ان انا اقلب اللحمه كلها في قلب الايه المكونات دي. هنضيف شويه من الزيت، بس انا بصراحه نسيت اضيفهم في الاول. اهم حاجه برضو ان اللحمه بتاعتك تكون من اللي هي حلوه بتستوي على طول، ما تكونش يعني ايه بتاخد وقت في السوى، عشان تتظبط يعني معاكي. ممكن تحطي بقى شويه الزيت مع الخضار في الاول والتوابل وتقلبيهم. بعد كده تروحي ايه مقلبه اللحمه بتاعتك. انا طبعا عشان نسيت فهحط الزيت لسه ايه معاكم زي ما انتم شايفين كده هنا. بس عشان طبعا الطبق ده طلع صغير على اللحمه ما شاء الله، فرحت جبت ايه البوله الكبيره ديت. وهبتدي بقى ان انا اقلب بقى كده اهو اللحمه بتاعتي مع الخضار. انا بصراحه تبلتها بعد السحور. انا اصلا عندي مامتي يعني وبابايا فطرنا معاهم اول يوم، فانا طبعا اللي عملت الاكل، فكنت بجهز بقى الحاجات من بالليل وكده. هنا بقى شويه الزيت اللي قلت لكم عليهم دي بتدي طريان للحمه وبتديها لمعه وبتبقى حلوه جدا بصراحه لما بتحطيها مع التتبيله واللحمه بتاعتك وانتي بتتبليها. والله يا جماعه اللحمه دي خطيره، طعمها بجد حلو جدا جدا. يعني اللي هيجربها هيعملها على طول. هنتبلها ونسيبها بقى لحد تاني يوم ونشوف هنعمل فيها ايه. هنا بقى حطيتها كده في الصينيه، ورحت حاطه عليها كوبايتين من الميه، وغطيتها وسبتها بقى لحد ما استوت خالص. هي دلوقتي كده على النار هسيبها ايه تستوي، وهعمل بقى معاكم الجلاش. تمام. هنا بقى الصاج اللي احنا هنعمل فيه ده زي ما انتم شايفين هدهنه كده اهو من تحت بالسمنه. وطبعا زي ما انتم شفتوا احنا كنا معصجين اللحمه زي ما وريتها لكم وكانت جاهزه معايا. هنا بقى انا بقسم من طبقه ورقه الجلاش دي على 4. يعني ما بحطش بين كل طبقه والتانيه سمنه، لا انا بقسمها على 4، ربع وربع وربع. بين كل ربع بحط ايه بالفرشه كده سمنه. تمام. زي ما انتم شايفين هنا كده دهنت ربع، وادي ايه الربع التاني كده فاضل نص اللفه معايا. هضيف بقى ايه عليها اللحمه بتاعتي. تمام. انا ما حبيتش ان انا احط الاول سمنه عشان اصلا اللحمه فيها. حطيت اللحمه وكملت برضو عشان اوزعها كويس في الصينيه زي ما انتم شايفين كده اهو. وحطيت بقى ايه الربع التاني من لفه الجلاش، وفاضل ايه الربع الاخير. ممكن تعمليها على نصين
ولو عايزه تبطنيها ورقه بورقه، بس انا بحس ان هي بتكون يعني ايه دسمه قوي لما بتكوني عاملاها بين كل ورقه والتانيه. تمام، انا حطيتها كده اهو زي ما انتوا شفتوا اهو. بعد كده بقى ايه، هبتدي ان انا اقطعها لقطع صغيره زي ما انتوا شايفين. انتوا بقى عايزين تعملوها اكبر، التقطيعه دي والتشكيله دي حسب مزاجكم انتوا وحسب ذوقكم انتوا. تمام، انا قطعتها اهو بالشكل ايه اللي انتوا شايفينه ده، بحيث ان لما الواحد مثلا يجي يمسك الخرطه بتاعه الجلاش تبقى على قد الايد، وتعرفي ان انت تقطمي منها والكلام ده، غير لما تبقى كبيره ما بتبقاش يعني عارفه ان انت تمسكيها وكده. هنا بقى المكرونه، انا بصراحه ما حبيتش ان انا اطول في الفيديو يعني واجيب لكم الخطوات كلها من اولها. طبعا اللحمه احنا معصجينها، وادي المكرونه بتاعتنا بتتسلق عادي زي ما انتوا عارفين. بنحط الميه على النار وفيها شويه من الزيت ومعلقه كبيره من الملح، تسخن وتغلي معانا بننزل عليها ايه المكرونه. تمام، هنا بقى اللحمه انا هبتدي ان انا اوزعها كلها في الصينيه زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. تمام، وهنزل بقى بقيه نص كميه ايه المكرونه. عايزه اقول لكم ان المكرونه انا عشان ما دقتهاش خالص لاني طبعا كنت صايمه، فكنت خايفه ليها ما تبقاش مظبوطه، بس والله طعمها طلع بصوا خطير تحفه. هنا بقى الحله دي بتاعه اللي كنت عامله فيها اللحمه، انا بصراحه ما غسلتهاش وعملت فيها البشاميل كده على طول عشان ياخد الطعم بتاع اللحمه، وكانت بجد خطيره يعني ما تستغربوش. هنا حطيت 5 معالق من الدقيق، عليهم 4 معالق من السمنه. تمام، لما السمنه ساحت حطيت الدقيق وشوحته زي ما انتوا شفتوا، وبعد كده بقى عملت البشاميل بالطريقه اللي انتوا شفتوها دي. نزلت الدقيق اللبن ولا ايه سوري على الدقيق. تمام، ولحد ما القوام اتظبط معايا حطيت شويه ملح وشويه فلفل اسمر وطفيت عليه عشان عايزه اقومه باللي انتوا شفتوه، وحطيته على الصينيه ده. هنا بقى هنعمل الخلطه بتاعه الجلاش. هحط معلقه كبيره من الدقيق، عليها معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ومعلقه صغيره من السبع بهارات وايه والملح. تمام، وهضيف عليهم كوبايه اللبن، وهبتدي ان انا اقلبهم كويس جدا الاول عشان ادوب الدقيق مع اللبن. تمام بعد ما دوبته كويس ضفت عليه بيضايه، وممكن على فكره ما تضيفيهاش خالص، انا بصراحه مش بضيفها في البيت عندي، بس ماما قالت لي حطيها فانا سمعت كلامها ما رضيتش ازعلها بقى، عملتها وكان برضو طعمه خطير جدا وجميل. يعني موضوع البيت ده انا بطلته بصراحه من زمان، ما بقتش اضيفه خالص في الجلاش. تمام، هنا بعد ما عملته بقى كده زي ما انتم شايفين، سقيته بقى كده بالخلطه دي، وهبتدي ان انا اشربه كله من الجوانب بالشكل اللي انتم شايفينه ده. هدخله بقى الفرن ونشوف بقى اكلنا. هنا طبعا ختمناها بقى بالحلويات بعد ما حطينا الفطار. الحلويات بقى بصراحه كانت جاهزه زي ما انتم شايفين، وكانت برضو بصراحه جميله جدا وخطيره، بس انتوا عارفين اول يوم رمضان ما بنقدرش ان احنا ناكل كل الحاجات دي. ان شاء الله الوصفات اللي انا عملتها النهارده تكون عجبتكم وتكون سهله وسريعه، واشوفكم على خير بقى بكره في فيديو جديد بوصفات جديده. باي باي.